لو انت اهلاوي اسمع الفيديو ده كده، هتلاقي ان اكبر كميه تدليس وكذب ونفاق هتلاقيها في الشخص ده، واحذروهم يا جماعه لان الناس دول من اشكالهم كده كتير. في اسمع. استاد القاهره. فحصلت خناقه، الخناقه اللي حصلت بين امام عاشور ورامي ربيعه. رامي ربيعه بيوجه اللوم لامام عاشور ان كان يجب ان يقوم بالدور الدفاعي. امام عاشور كالعاده انفعل. انت عارفه امام عاشور صاحب خناقات اوضه اللبس. انفعل رامي ربيعه، حصلت مشاده وصلت لدرجه خناقه. تدخل الكابتن محمد رمضان وفض الاشتباك وحذر الاثنين لعيبه من ان هم الامر يتحول الى خناقه كبيره في اوضه اللبس. طب الامر خلص على كده؟ لا اطلاقا. هناك فضيحه في الاهلي، فضيحه الاهلي كشفها الازمه. خناقه وفضيحه وحاجات كتير هتسمعها. الناس دي اكتر ناس بتروج للفتنه بالفعل، واخبار مفبركه، اخبار كاذبه، كل حاجه عندهم عادي جدا، لان ده واحد منهم من هزازين الرؤوس. فاهمني؟ زي من هزازين الرؤوس لمجلس اداره نادي الزمالك القديم. يعني الناس دي بتروج للفتنه والكذب، وعندها استعداد يكذب ويدلس ويقول اي حاجه، والناس سبحان الله في ناس كتيره جدا بتصدقه. لايك وشير الفيديو، عجبك الفيديو شيره وحب اخوك.